السلام. وعليكم السلام. كي دايره مزيان اختي؟ هو هذا. حامدين شاكرين. انت مسلم سني؟ انا مسلم اختي. سني. مسلم. مسلم على سنة الله ورسوله. انت مسيحيه؟ مسلم سني. حيت اه بعد مسلم مرات نتوما سني. كتلعبوا بالكلمات. مسلم. مسلم سني. لا انا ماشي مسيحي، ما فهمت علاش كتربطوا اي ولا واحد ما كيكونش مسلم ماشي مسيحي. مسيحيه، علاش سولتيني هذا السؤال؟ باش نناقشك. باش تناقشيني؟ ايوا مرحبا. انا مسلم، مؤمن بالرسول، ومعترف بين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللي كاين في الحياه. آه. مزيان علاش مزيان. علاش اختي انت ما مامناش واش انت اول بالرسول؟ مره تتبعني ولا شنو؟ لا انا متبعك، كنشوف كنتفرج فيك وعارفك والله يهديك تتي، الله يهديك. آه. ماشي لا نقول لك. نسولك واحد يعني السؤال اختي، الله يجزيك كثرتي عليا خير. الاسئله نتايا، طلعتي سخون وسمحي لي بالاسئله. هاد النقطه وهضري كيف بغيتي. يلا من ما قول. مامناش بالرسول ودوك الشيخ اللي تصنتي لهم والعلماء شنو كيقولوا والدين ديالنا شنو كيقول، باش باغي تامني؟ ما كنامن بحتى شي حاجه، انا كنامن بالانسانيه. اي عندك الحق، ولكن اختي راه كاين الرسول عليه الصلاه والسلام، وراه كاين الموت، وكاين الله سبحانه وتعالى، وبزاف د الحوايج خصنا نامنوا لا بهاد شوف، اول الامر. حاجه داك كاين الرسول محمد كاين. ما عمرنا قلنا، انا شوف، انا ماشي من النوع اللي كينفي وجود محمد. محمد واحد الانسان اللي ذكي وعرف كيفاش يقوال بعباد الله. لا قلتي بحال بحال بانه، اختي، هذاك هو قلتي اللي الموت كنزيد من عباد كاينه. الله، ماشي ذكي هذاك اختي. قلتي الموت كاينه. انا ما عمرني نكرت انا الموت ما كاينش، كاينه. ولكن باش تقولي كاين الله، الله ما كاينش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفاش ما كاينش الله؟ الله يهديك اختي. واخا عندك واحد السؤال، الله واخا يحفظك. انا هنسولك دابا، صافي كثرتي انا عليا الاسئله. نو نو نو، سي غنسولك. مون تور، سي مون تور، سي مون تور. انا علاش مرحبا. انا هنثبت لك بانه هذا الكتاب كلام بشري، هذا خرطي. ما فيه خرطي هضره خاويه. هضره خاويه هذا الكتاب. قول لي انت شحال في عمرك؟ سميتك وديد؟ اه ودياد؟ وليد وليد. وديع. عندي 36 سنه. ستة. قول لي وديع، انت تقدر تزوج بطفله صغيره؟ لا ما كنتزوجش بها صغيره. تقدر. لا ما نقدرش، لا خصها تكون من طفله 18 عندها الفوق. 10 سنين. لا خصها تكون من 18 الفوق. عاد عندها علاش؟ عاد كيولي عندها الحق تزوج. لا انت تهضر عليك انت، ماشي ما قضيه يمكنليش الحق. ناخذ ما يمكنليش ناخذ بنت عندها 10 سنين اللي سبيت ما هياش ديال الزواج، ما صالحاليش، باقا صغيره ما تعرف والو، كيفاش نتزوج وحده يلاه عندها 10 سنين؟ علاش؟ شنو هو اللي كيمنعك؟ كيمنعني بزاف د الحوايج. واش ناخذ انا دريه عندها 10 سنين باقا كتلعب؟ اه. يعني باقيه كتلعب، يعني ايوا انت باقا صغيره، باقا و... انت و... دابا غنسولك، انت دابا تاخدي راجل عنده 10 سنين في عمره؟ الا كيقيم. اي واخا كيقيم ما غيبردش قلبك. ترى داك طفل، هذا سؤال كتسولوني انا اصلا كاع ما كاين. ما ايوا انت هذا يمكنش. السؤال اللي كتسولي لي انت دابا، ناخذ انا دريه عندها 10 سنين باقا ما كتجيهاش حتى الرجله. والراجل اللي في نظرك، الراجل اللي كيتزوج بطفله عندها 10 سنين وهو مثلا كبير عنده 40 سنه، اش تقول عليه؟ هذيك الهضره باغا تجيبها لي الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه الهضره انا انا ما ما. كنسمع بها هذه الهضره، ولكن الله اعلم ما عارفاش، ولكن هو على وانت عائشه غير كان. شوف، انت بلا ما دير استنتاجات من السؤال ديالي، انت جاوب على قد السؤال صافي. انا غنجاوبك، ولكن هذيك القصه على عائشه، ولكن عائشه ماشي هو تزوج حبيبي بها. وعزيزي، جاوب امم على قد سؤال. انت سولي. انت شخصيا دابا واحد الانسان عنده 40 سنه تزوج بطفله عندها 10 سنين، كي جاك هذا الراجل؟ ماشي منطقي. كيفاش ماشي منطقي؟ يعني ما يمكنش انسان عنده 40 سنه غياخذ بنت عندها 10 كاينين سنين. كاينين والله لا كاينين. ولا كان اختي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. على ما فراسكش بان وانت في العراق نزلوا سن الزواج ل9 سنين؟ بصراحه ما عارف هذه الهضره. واش انت كتهضر في سوريا وما عارفش اش واقع انا في الدنيا كنتفرج كلشي؟ انا اختي كنتفرج في السجون اللي طراو دابا في سوريا بعد ما تيك جراو توك على داك داكشي، الواد، وي جو سي جو الواد سي بشار جو سي. الاسد. ولكن انت انا انت ما كنشوف فيه. عارفش اش واقع في كلشي العالم. نرجعوا مثلا، نعطيك مثال. ها نعم. هي العراق كيتزوجوا بطفلات صغار. انت كي جاك هاد السو... الرجاله اللي كيقدروا يخشوا ديالهم في طفله صغيره؟ اسم... هاد البرنامج، هاد القضيه اللي كتقولي انت، شتا انا في واحد البرنامج ديال مالك اللي كنتي تفرجي فيه، كاين هاد القضيه، عاد تذكرت هاد القضيه. يلا كاين هاد جاوبني القضيه. كاين هاد عزيزي. الريه عمرها 8 سنين ومزوجه براجل عندها 10 سنين، مزوجه براجل. انا بصراحه كيضرني خاطري بهاد القضيه. كضرك؟
كيضرني خاطري. يعني ما يمكنش انا لو انا وبنتي ما يمكنش نزوج بنتي عندها 10 سنين راجل، ما يمكنش، ما عندها طريقه هذه. عرفتي؟ وانت هاد ان الواحد يتزوج بطفلة عندها طفلة صغيرة، كتشوفوا فيه الاخلاقي ولا غير اخلاقي؟ لا غير اخلاقي يا اختي وصراحه. الرضا، برافو عليك عزيزي. مروق ايوا عليه. دابا نرجع، راه رسولك راه دار هذا الفعل اللي هو لا اخلاقي. هو سمحي لي تنصح لك هذه النقطه، الله يسهل عليك اختي. مهم. الرسول عليه الصلاه والسلام فاش بغى يتزوج بعائشه ماشي روحها لعنده، يعني هدر بها الابو بكر الصديق، قال له انا بغيت عائشه، ولكن ما جابهاش لعنده باش كانت الزوجه ديالو، غير هدر فيها، هو كان اصلا ديجا مزوج واخا جوج العيالات. واش تفهمنا ولا ما تفهمش؟ الانسان خصو يكون عارف المعلومه غادي يهضر عليها، ماشي يبقى كيشير عليها من الفوق. واش فهمتي الهضره؟ انا عندي القران وكنتصنت له قاريه هاد القضيه هذه، ولا بغيتي نجيب لك دليل ديالها وتسمعيه. هو ما خداهاش كما كنقولوا حنا، ما صبحش بها وهي عندها 9 سنين، ولكن هضر فيها مع ابو بكر الصديق باللي غيتزوج بها. اعطينا الدليل. وكيفاش نعطيك الدليل؟ ان التليفون مشدود ليا ماشي دابا. مشكل، سير قلب عليه ورجع. والله جيب لنا العظيم الدليل. وانت دابا عندك الدليل اختي على هذا. انا هذا الشيء نقول لك واحد القضيه، انا هذه اللي مصنت الشيوخ كبار، مثال عبد الباسط، مثل كيشك، مثل بزاف عزيزي عزيزي، اعطيني هانا. الدليل سيل بلي. والدليل راه هو اللي قلت لك اختي، شي حاجه اخرى راه كنتصنت للشيخ. دابا انا التليفون عندي واحد، ما يمكنش نعطيك شي دليل وانت حيت تمشي حيت معايا هاد الدليل مباشره. جيبوه. شوف، انا اي واحد يطلع معايا اي كلام قالو يعطيني الدليل، كيما انا اي كلام كنقولو كنعطي الدليل. ورانا سمحي لي اختي، انا عطيتك الدليل، راه قلت لك شنو القصه ما في البدايه. كاينش ما كاينش ما كاينش حبيبي، ما كاينش. سوا هو بغى. تعطي لينا سوا انك tu retires ce que tu as dit. نقول واحد القضيه، الرسول عليه الصلاه والسلام ما يديرش بحال هاد الغلط، ياخذ عائشه في عمرها 9 سنين، هذه يكون على مش ما خداهاش في عمرها 9 سنين، ما خداهاش في عمرها 9 سنين، امم خداها هي عندها 6 سنين، تزوج بها في 6 سنين، ودخل وبنى بها، بنى بها يعني خشى القضيب ديالو وهي عندها 9 سنين وهو عنده 54 سنة. واش عندك دليل هاد الهضره اختي اللي كتقولي؟ وي، هذا حديث في أعلى درجة الصحة، وكاين 20 حديث اللي كيأكد. كتقول لك فيه بنفسها عائشة، الراوية عائشة، وكاين في البخاري وفي المسلم وفي أبو داود وفي أبو أحمد. كتقول لك فيه تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت التاسعة. هاد الهضره انا نتحدى اي واحد واي اللي كان باش الرسول حاشا ما يتمثل باش يدير هاد القضيه. السيد والخلق ما يقدرش يدير هاد القضيه الاخت. ورصيد الخلق ديالك دارها، هذا أو- دليل على أنه ليس بسيد الخلق، لأنه كيف يعقل سيد الخلق يقيم على طفلة صغيرة؟ وأكثر من ذلك تكون المفضلة عنده في النساء ديالو مواد الزينة. ماريا القبطية هكا دايرة بالزين، صفية دايرة هكا بالزين، كلهم جويرية دايرة هكا بالزين. ولكن لا، اللي بردت ليه القلب البرهوشة. في نظرك إذا كان هناك خالق الله، هل سيسمح الله بهذا الشيء وهيعرف بأنه أنت قلتيها باقي صغيرة طفلة أنت فمك قلتيها، وبرافو عليك، أنت مخلق على رسولك، أنت لا مخلق، أنت حاشا اختي، قلتي. لا والله سمحي لي أنت اختي شوف، حاشا. راه لا سولتك قلتي لي لا اختي حاشا راها باش نكون باقي مخلق على صغيرة داك 10 الانسان. سنين أنا عطيتك غير 10 سنين، أما هو راه تزوج بها 6 سنين. وتصور هذا الحديث بأنها فاش تزوج بها، تصور اش كتعاود فيه النهار اللي دخل بها. النهار اللي دخل بها كتقول لك كنت على الأرجوحة، كانت فوق الزعلولة لا بالونسوار، قالت لك كنت على الأرجوحة ومعي صواحب لي. البنت كانت كتلعب فوق الزعلولة. قالت لك فأتتني أمي أم رمان تصرخ بي لا أدري ما تريد بي. قالت لك جاتها أمها كتغوط عليها وعيشة وعيشة. قالت لك ما عرفتهاش اش بغاتني. تصور انا حتى ما فراساش. قالت لك فاخذت بيدي، قالت لك وكتجري بها قالت لك وكتمشى بها لدرجه انه كان سيسكن بعض نفسي، يعني
كتمشى بها حتى صافي كان بيسكت ليها النفس. وعلاش في نظر كان بيسكت ليها النفس؟ لانها طفله صغيره، والخطوات تاع الكبار ماشي بحال الخطوات تاع الدراري ديال الدراري الصغار. داكشي علاش كانت مسكينه كتجري، قالت لك وقفتها ومسحت ليها وجهها وداكشي ودخلتها لراس الرسول وبنى بها وهي كان عندها 9 سنين. هكا الحديث هكا. الرؤية غير صحيحة أختي، هذه كون على يقين، وهاد الهضرة كتقولي راه غير صحيحة يا على مش رسول الله عليه هتخلينا الصلاة عاوتاني والسلام. وزيدوا حديث في اعلى درجات الصحه، غنقول لكم هاد حديث القضية في واش. اعلى انطلقوا عاوتاني فوزان. لا، كتصنت لفوزان ولا لا؟ غنقول لكم هاد القضية. كتعرف راني فوزان ولا لا؟ كنسمع بيه وكنعرفو، وغنقول لكم هاد كتعرفوا القضية. كي كيجيك فوزان؟ باش شي حوايج كيكون خاطئ فيهم فوزان. لا لا، هنا ما فوزة تحبسيش راسك، سولو واش سنة، قال لك سني خصو يكون كيفاش قالك داكشي بلا سني، ما قالك تحمقي راسك. حيت حبيبي فاش كتقول انايا على سنة الله ورسوله، يعني خاصك تاخذ سنة الرسول، أنا وسنة الرسول هي كل ما ورد في الكتب الصحيحة يا عزيزي. وهذا الحديث اللي انت والو ما بغاش يدخل لك لراسك وكتنف و tu es dans le déni، في الانكار، انت في الانكار. يعني الانكار باش الواحد كيجي كيوريك الحقيقه كتقولي لا هادشي ما يمكنش، انت دابا كاين في الانكار حبيبي. مع العلم كنسولك وكنعاود وكنأكد عليك كنقول لك واش انت سني مسلم سني، كتقول لي يعني هذا الحديث راه كاين في البخاري وكاين في المسلم، كاين في البخاري وفي المسلم، صحيح، الحكم ديالو صحيح. غندخل نسول في الانترنت على هاد القضية ونسمع الهضرة سير كتقول لي واش سير صحيحة ولا كذوب. سير. ونزيدك واحد فهمتي. الحاجه باش تكون في راسك، مم. ونزيدك واحد الحاجه تكون في راسك. فاش سولتك قلت لك واش انت تقبل تزوج بطفله صغيره، قلتي لي لا. وهذا غير باش تكون في راسك انه في الاسلام يمكنك، يعني ماشي غير الرسول، راه ماشي غير الرسول، انت في الشريعه الاسلاميه يمكنك الزواج بطفله صغيره، لم يحدد السن. الله يجعلك تزوج بها عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين، هادشي كاين في الاسلام، وهذه بآية في القرآن. دابا نسولك واحد السؤال اختي الله يحفظك. طفله عندها 6 سنين ولا 8 ولا 10 ولا هادي، كيفاش غتزوج بها انت عندك 30 ولا 25 ولا 20 الفوق؟ ما وانت يمكنش. انت ما تسولنيش، انا يسول بيت واش كتعرف شنو ما فيليا. يمكنش. كيفاش غتكون مع هاد البنت وهي مسكينه باقا ما كاين والو، صغيره باقا ما عرفت وعزيزي حتى حاجه على عزيزي الحياه. عزيزي، واش عرفتي شنو هي ما معنى كلمة فيليا؟ ما بغيتش نعاودها المرة الأخرى باش عرفتي ما معناها ولا لا؟ كل اشخاص غير حقانيين في العقل ديالهم. لا. هذه نقول هنقصرها PDO. PDO معناها اشتهاء الأطفال، الرجال اللي كيتشهوا الاطفال، وهذا راه مرض نفسي. انت قلتي كيفاش انت انسان طبيعي داكشي علاش ما تقدرش، ولكن كاينين رجال عزيزي اللي مرضين بهذا المرض اللي سميتو اشتهاء انا الاطفال، نقول تقدر تبحث عليه. نقول لك انا شفت واحد الفيديو قسيم بالله لا ضرني في خاطري، حق الله لو واحد نعس مع دريه يلاه عنده عامين. وي شفناه وقيلا داك الفيديو شي 15 عام هذا. قسيم بالله يلاه نعس مع انا راه بنت خلينا باقا ما ودي عاودك، كاينش. خلينا عافاك عاود، خلينا عافاك. هذوك الناس انا بغيت نعرف واش كيحطوا راسهم على المخده وكينعسوا ولا كاينين لا. كاينين كاينين، راه كاين عندنا صحابي تزوج بوحده في المهد. يلا، هذا هو اللي بغيت نعرف، واش من كيحط راسو على المخده كيجيه النعاس. صافي بغيت نسولو هاد السؤال. وهادشي راه لا قال كاين، لك هادشي النعاس كاين في غنقولو صافي. الدين. دابا وديع، السؤال ديالي يا وديع، يا وديع، السؤال ديالي يا وديع، انت في واه نظرك اذا كان هناك اله، ربك يسمح بهذا الشيء، يسمح بالاطفال الصغار؟ اختي نقول لك واحد القضيه، راه كاين الله سبحانه وتعالى. هاد الهضره ما وجاوب دابا غنسول على دابا السؤال. شوف دابا نسولك واحد السؤال. دابا سولتيني بزاف، خلينا نسولك انت مامنه كاين. جاوب وديك الساعه سولني. قولي جاوب. نجاوب. كاين الله سبحانه وتعالى. سولتك دابا نتايا، هاد الله، اه انت تتخوف انت تجيك عادي ان الله يسمح بزواج طفلات الصغار؟ الله سبحانه وتعالى كيشوف شي حوايج ولكن كيهمل، ولكن في الاخر كياخذ الحساب ديالو. الله يهمل ولا يمل. واش فهمتي؟ نعاود السؤال ديالي اخر مره. مم. دابا نتايا عندك طبيعي عادي ان ربك يسمح بزواج الطفلات الصغيرات بآية في القرآن؟ انت عادي عندك، هادشي ماشي عادي، ولكن الله عندك سبحانه آية، وتعالى. عندك آية في القرآن كتقول في سورة الطلاق، والتي
تخافون لا يا ربي وين هي واللائي 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 لا يئسن من تخافون. المحيض واللائي يئسن من المحيض شحال هادي ما قلتها بروت نسيتها واللائي يئسن ماشي من مشكل. المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن. هنا الله كيهضر على عدة المطلقة ياك وكيهضر على جوج الحالات، الحالة ديال اللائي يئسن من المحيض يعني اللي جاهم سن اليأس، واللائي لم يحضن هما البنيتات الصغار اللي تزوجوا ومازال ما بلغوش وطلقهم راجلهم العده ديالهم. يعني هنا الله كيقول لك شوفوا البنيتات الصغيورين اللي تزوجتوا بهم ومازال ما حاضوش العده ديالهم 3 شهور. هاي عندك الله يسمح بزواج الطفلات الصغار. هاد الهضره كتقول انت راه غير موثوقه باللي الله غايقول هاد الهضره. شكرا لك. كيف سير بحث عليها، والله سير اختي سير هاد الهضره بحث، كتقول هاد الهضره كتقول سير انت راه ما شوف عندكاش سورة الدليل. الطلاق. واش الله سبحانه وتعالى غايقول ما هاد عند- الهضره تزوج وهذه آية في البنات القرآن، هذه آية في القرآن سورة الطلاق آية 4. هذا راه القرآن اللي كنهضر لك، راه سورة الطلاق آية 4 هذه اش كنهضر لك. واذا هاد الهضره كتقول انت بعد شي ايات في القران راه غير منطقيه. على هاد الهضره كتقول انت انت خدمتي عقلك هو راه على هاد شوية. الهضره كتقول انت دابا راه بعد شي ايات في القران واستغفر الله، ولكن القران مع الله جاي واقعي. اما هادو اللي كيكتبوه عليه كيزيدوا فيه شي حوايج ولا هادي الله اعلم. فهمتي غير يعني دابا منطقيه. انت كتقول هاد الآية غير زايدينها. وراه على هاد الهضره كتقولي باللي الله غايقول لك تزوج وليدات باقا صغار طفله كتلعب حداك غتتزوج بها. منين جاك دابا هاد الفكر هذا كيفاش؟ واد هنا ممكن تدخل. تدخل عزيزي خليها. انا نيت خويا وديع راجعة. انا خويا وديع دار. وديع انا خويا شوف اخاي ديالي، شوف اخويا اسمع. دابا انت الغلط اللي درتي يا خويا وديع هو انك ديجا حاط الله انه هو بصح حاط القران دايرها في بالك، هذه متاكد منها انت، كتقول ان الله كاين وكاين الرسول، هادو بصح ان الرسول تواصل مع الله، هذه انت متاكد منها ودايرها واخدها انها قاعده صحيحه. على داك الشيء كتدافع بهذه الطريقه وكتجيك عجب ان هاد الله اللي انت كتقدسوا هاد القدسيه هكا وهاد القران اللي كتقدسوا هاد القدسيه هكا يكون فيه بحال داك الشيء. كتجيك صعيبه وحنا كنتفهموك في هاد القضيه كما جاتنا حتى حنا تصدمنا منين شفنا كنقولوا ما يمكنش ان الله يبيع زواج الصغير. هذا الشيء راه ماشي منطقي وهذا الشيء كذا. وشنو كنوليو كنقولوا؟ ماشي كنقولوا نعاودوا النظر نشوفوا واش بصح كاين هذا الاله ونعاودوا النظر، لا كنقولوا لا، راه الغلط كاين في هذيك الايه، الناس اللي فسروا الايه ولا الغلط ماشي في الله. يعني بحال دابا انت يعني تجزم ان بصح الله كاين وانه بصح تواصل مع محمد وانه بصح جابنا بهذا القران هذا. هذه هي الفكره. دابا انت عندك هذه الفكره متاكد انت منها 100%. هذاك الشيء دابا ملي كنقول لك حنايا ها شنو فيه كتقول لك ما يمكنش مستحيل. يا خويا وديع راه وقع لنا نفس الشيء حتى حنا كنا مسلمين وحتى حنا كنا كنصليو وكنديروا قيام الليل وكنصليو التراويح في رمضان وكنصوموا وكنا كنخافوا من الله وكندافعوا على الرسول الله بحال كما كدير دابا انت، وكنا كنتيقوا القران وحنا عينينا مسدودين. ولكن حنا الفرق بيننا وبينك دابا لحد الساعه ولا بين الاخوان المسلمين هو اننا مشينا كنقلبوا وضغطنا على راسنا وتشجعنا ويعني ما قبلناش الكذوب، بغينا نبحثوا في هذا الدين ديالنا اللي حيت دابا انت غير كبرتي لقيتي باك وامك كيعبدوا الله، عندهم القران عندهم الرسول ورباوك على يديهم ولقنوك نفس التلقين اللي انت دابا كتدافع عليه به، وداك الشيء اللي غدير انت لولادك وولادك غيديروا لولادك. هذا الشيء لا ما فقتيش انت ولا ما فاقش شي واحد من ولادك. ولكن انفو غادي تحيد القدسيه وتقول لله شوف الله انا بغيت غير نثبت كاين، اسمح لي يا ربي، ها انت على راسي وعيني، ولكن خليني نستفسر واش من حقك ولا ماشي من حقك. عندك الدماغ ديالك غادي تمشي غتشد هذا القران وغتمشي تشوف هذه الايه اللي قالت لك الاخت هنا وقلب في جميع المصادر الدينيه، المصادر الموثوقه، المصادر ديال الشريعه الاسلاميه، وغادي تشوف واش هادشي اللي كنقول كذوب ولا صحيح. يعني دابا انت اخويا وديع احنا كنتفهموك بزاف على هاد الصدمه اللي انت غادي تصدم حيت انت تعارضت لك مع الانسانيه ديالك، حيت انت انسان كتخدم عقلك وما بغيتيش تتزوج بطفله صغيره وجاتك في الشكل وجاتك خايبه. ولكن علاش محمد وفي القران كاينه؟ حيت في ذاك الوقيته فاش دعا محمد انه بصح تواصل مع اله، ذاك الوقيته كان عندهم الزواج الصغيره عادي، كانت عندهم حتى قريش كانوا كيتزوجوا الكفار، كانت عندهم حاجه عاديه. على داك الشيء محمد فاش كتبوا القران دوك اللي كتبوا القران جاهم عادي يديروها في التدوينه تما، حيت حساب لهم ان غتبقى هاد الزواج الصغيره غتبقى عاديه. راه انا الوالد ديالي تزوج والده صغيره، يعني كان عندهم عادي.
ولكن ما كانش كيعرفوا بان غيجي العلم واحد الوقت غتولي هذا الفعل غيتسمى بي دي او وعنده اضرار جسديه ونفسيه على البنت. ما كانش عارفين هذا الشيء، يعني كان هذا الشيء عندهم عادي. يعني خويا وادي اللي بغيت نوصل لك باش ما نطولش عليك اخويا نخليك تهضر، هو انك ماشي تجي دابا عند هنا تقول لا هذا الشيء كتقول لي كتب ولا دوك الناس اللي شرحوا راك راه واش في راسك غير هذا الحديث اللي قالت لك ديال عائشه راه في اعلى درجه الصحه، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح مسلم وصحيح البخاري، يعني ما عندكش فين تهرب عليها، في اعلى درجه الصحه. ملي كتقول لك اعلى درجه الصحه يعني كل شيء الرواه اللي رواوا الحديث كلهم صحيحين، وكاين في سنن النسائي وسنن الترمذي وابن ماجه، هادو كلهم كاين عندهم يعني صحيح. واللي بغيت نوصل لك اخويا وديع هو انه وهذيك الايه اللي قالت لك على ديال سوره الطلاق الايه 4 حتى هذه الايه هذه راه الا مشيتي قلبتي في التفاسير المعتمده عند ابن كثير وذو الجلالين والسعدي والبغوي والقرطبي والطبري غتلقاهم كيقولوا لك الطفله الصغيره التي لم تبلغ سن المحيض، يعني مازال ما حاضش. واش فهمتي اخويا؟ يعني ماشي غير تجي وتاتاكي تقول لا داك الشيء كتقول لي ما كاينش، سير قلب ورجع وحاول تحيد القدسيه وخدم عقلك وغتوصل الفكره اللي بغيت نوصل لك. تفضل اخويا. دابا غنسولك واحد السؤال الله يحفظك. تفضل اخويا وديع. خويا فران نسولك واحد السؤال الله يحفظك. دابا نتايا مآمن بالله ولا ما مآمنش؟ غتجاوبني بإيه ولا لا؟ لا ما مآمنش بالله. واخا نسولك الله يحفظك، واخا من ما مآمنش بالله وباش مآمن؟ ما مآمنش بالله، ما علاش زعما ضروري خصني نآمن بشي واحد؟ واخا نمشي معاك بعيد، عندك الحق ما تآمن حتى بشي واحد، هذاك الشيء كيبقى شغلك. واخا نعم. شكون اللي عاطيك هذيك الصحيحه اللي عندك؟ اوكي دابا انت انتقلتي ليا من الله، انتقلتي ليا المسبب هذا الكون والمسبب اللي المسبب من النشأة ديالنا حنا. واخا شكون اللي خصك تفهم اخويا، واخا غنسول نزيدك نطرح عليك، شكون اللي عاطيك العقل باش كتهضر؟ شكون اللي عاطيك الحركه باش كتحرك؟ شكون عاطيك الدم اللي كيمشي؟ خويا انا فاهمك خويا وديع. هاد الاسئله كنا كاع كاملين كنطرحوها. اللي خصك تفهم دابا خويا وديع باش تفرق بين هادي وهادي، حنا هنا في هاد الكاست وفي هاد اللايف الناس اللي كتشوفهم لا دينيين راهم هما ما كيامنوش بالله اللي كيقولوا عليه المسلمين انه نزل القران، والله اللي تواصل مع محمد هذا هو اللي ما كنامنوش به. اما سبب الكون ولا كيفاش جينا حنا ولا كيفاش جاو الحيوانات ولا كيفاش جاو الكائنات ولا كيفاش جا، هذا ماشي شغلنا. انا لا كثيراتي ما كنتسوقش ليه، اللي بغى يجيبو اللي بغى ما يجيبوش، ولكن اللي كيهمني انا واللي متاكد منه هو ان الله الاسلام ما كاينش، هو ان زعما واحد الله تواصل مع محمد ما كاينش. هذه هي اللي متاكد منها انا. اما انا كي جيت، اما انا كيفاش جيت ولا كيفاش جاء اول انسان ولا كيفاش بانت اول خليه ولا كيفاش بان الكون ولا كيفاش بانت شي ماشي شغلي انا فيه. ما غادي يزيدني ما ينقصني، فهمتيني؟ واخا ما جاوبتينيش على هذا السؤال اللي سولتك. لا ماشي ما جاوبتكش، لا جاوبتك غير انا قلت لك اخويا ماشي شغلي، فهمتيني؟ ودابا اسمح لي واخا شكون اللي فاش كيكون نهار شكون اللي كيحيد النهار وكيجيب الليل؟ واش مسؤول عليه شي واحد القضيه؟ شوف اخويا وديع اسمعي نقول لك واحد الحاجه. شوف راه دابا ما بغيتش ندخل معك كيفاش جا الكون لان ماشي موضوع اللايف، ولكن نعطيك بعجاله. شوف نعطيك بعجاله. دابا انت خويا وديع الا طرحت عليك، حيت دابا ماشي غتقول لي رديت لك السؤال بسؤال، ولكن ملي غادي نرد لك السؤال بسؤال غادي تفهمني علاش رديت لك السؤال بسؤال. دابا الا جيت انا سولتك هذا السؤال، الا قلت لك شكون جاب الكون، شنو غتقول لي؟ الله سبحانه وتعالى. شنو هو دليلك اخويا؟ دليلي راه في القران، والله هو اللي مسير. شكون؟ لا بلاتي غير دقيقه لا شوف باش ما نطولوش في هذا الموضوع. انت قلت لك شكون شنو هو دليل، قلت لي القران. غادي نقول لك عاوتاني سؤال اخر، شنو هو دليلك على ان القران كلام الله؟ باللي عندي دليل اللي باش كاين الله ياك. لا شنو دليلك؟ دابا قلت لك انا شنو دليلك بان الكون خلقه الله، قلت لي كاينه في القران. قلت لك انا شنو هو دليلك على ان القران كلام الله؟ كنتصنتوا باللي راه الله شنو قال في القران، باللي الله شنو لا وقلت لك بلاتي داك لا اسمعني داك الكلام اللي في القران باش عرفتي انه كلام الله، كلام اله. غنقولها لك دابا منا حنايا النيت، كيفاش المراه كتحمل، كيفاش كتولد، كيفاش كتدخل فيها الماني، شكون اللي كيكملوا، شكون اللي كيكون خويا دابا هربتي بعيد خويا وديع انا نبسط معك. لا نبسط معك. شوف اسمح لي نبسط معك الامور، غير اسمعني الله يعطيك الخير. انا نقول لك الغلط اللي كدير وديع اسمعني الله يعطيك، اعطيني غير هذه النقطه هذه وخليك تهضر ولا خليك تهضر. دابا الغلط اللي كدير اخويا وديع شنو هو؟ الغلط اللي كدير هو انه مثلا كنجي مثلا دابا انت شي واحد سرق لك بزطه، غادي نجي عندك نقول لك اخويا وديع شكون اللي سرق لك بزطه؟
بحال كنسولك شكون اللي خلقك، غادي نقول لك شكون اللي خلقك بالصدام، شنو غتقول لي؟ غتقول لي الرواندي ديريكت. غادي نقول لك شنو هو دليلك على ان الرواندي هو اللي سرق لك بالصدام؟ غتقول لي ايوا مني ماشي الرواندي شكون سرقوا ليا؟ غادي نقول لك مازال كنبحثوا، العلم مازال كيبحث، هاد يعني الشرطه مازال كتحقق، خلينا نديروا التحقيق ونتحققوا مزيان ونشوفوا العلم شنو غيقول، وعاد غادي نثبتوا التهمه على الرواندي. ماشي غادي تجي تقول لي لا بما انك ما عرفتيش، يعني كدير مغالطه الاحتكام الى الجهل. بما انني ما عرفتش، بما انني انا ما عرفتش منين جا الكون، اذا الجواب ديالك هو اللي صحيح. فهمتيني؟ هذا هو الغلط اللي كديروا نتوما، الاغلبيه المسلمين كديروا هذا الغلط وما كتعرفوش انكم كديروه. منين انا ما عارفش، دابا انا لا ديني ما عارفش منين جا الكون، اذا نتوما عندكم الصح. هذه لا علاقه بين هذا الاستنتاج وهذا يعني هذا الجواب هذا السؤال والجواب على السؤال ما عنده حتى شي علاقه مترابطه. يعني انا ما عرفتش منين جا الكون، اذا انت عندك الصح. فهمتي شتي كيفاش الغلط اللي كديروا؟ دابا انت خويا جيتي كتقول لك الله خلق الكون ديريكت، اوكي مزيان، شنو هو دليلك؟ كتقول لي القران. كنقول لك شكون قال لك هذاك القران كلام الله؟ كتجي تعطيني شي ادله من القران. لا سيدي هذاك الادله تعطيني انت من القران، انا مازال ما عارفش بانهم كلام الله. خصك تثبت لي بان ذاك الكلام اللي في القران هو كلام اله. واش انت كتشوف غير قبيله قالت لك الاخت ان القران فيه يبيح زواج الطفله الصغيره، قلتي لها ما يمكنش. هذا الشيء ما كيضرلكش في راسك اخويا وديع وتقول بان بصح هذا الكلام راه ما كتبوش اله؟ يعني ما كتقولش بان الله بصح ما يقدرش يقول هذا الشيء؟ ما كتجيكش في بالك؟ ما كيجيكش في بالك بان واحد البشر اللي كان عايش في ذاك العصر وكان كيجي زواج الصغيره عاديه هو اللي كتبها تما؟ ما كتجيكش بحال هكا؟ علاش كتمشيو نتوما لاصعب حل انه تواصل مع اله؟ ومع العلم راكم دابا نتوما شي واحد الا كان غيدخل جهنم راه هما المسلمين هما اللي غيدخلوا جهنم. علاش؟ حيت نتوما كتهينوا الله، كتهينوه. علاش؟ حيت كتحطوه في واحد الموقف اللي ماشي ديالو. واش عباد الله غيكتب داك الشيء؟ راه نتوما كتهينوا الله، كتهينوه. يعني كتقبلوا على الله شي حوايج حنا ما كنقبلوهمش. شي فراسك الا بغى يدخل الجنه والله تيدخلنا حنا الذين. علاش؟ حيت حنا كنقولوا ان هذاك الشيء حاشا واش يكتبوا واحد اله اللي خلق هذا الكون، مستحيل. نتوما كتقولوا لا راه الله كاتب هذا الشيء والله بغى هكا. تفضل مايك فري. الاخ اللي طلع معنا ما كيهضر الاول، ممكن تكلم اخويا؟ اخويا انا غنهبط عندي براود. كتبان لك هذيك فين كتطلق المايك وكتسدو طالعه عندك؟ نعم اخويا، اللي يكون فاش كتغلق المايك وكتسدو طالعه عندك؟ عندي انا ما عنديش. غيكون عندي مشكل، غادي يكون عندي مشكل. خصني كندخل لداخل عاد كنغلق. خصك تصورك على راسك عاد التصوير عاد تبان لك. هكا كدير حتى انت؟ لا انا طالعه مزيان. ما كتوقع لا انا ما طلعش عندي، غتعذبني خويا وديع. قبيله قلتي شكون كيدير الليل والنهار؟ هو دوران الشمس، دوران الارض حول نفسها هو اللي كيدير الليل والنهار. هذه هي اللي معروفه علميا. دابا بغا نسولك، واش انت مسلم ولا مسيحي؟ غادي نهضر معاك. شكون؟ انت واش مسلم ولا مسيحي؟ انا باندي، انا من دوك البانديه ديال الفيلم تاع سعيد الناصري. باندي. نقول لي شفار باندي. واخويا سير سول هاد القضيه، انا ما نقدرش نجاوبك عليها لا صحيح. واش دابا انت كتنكر ان دوران الارض حول نفسها هو اللي كيدير لنا النهار والليل؟ كتنكرها؟ وكاين الله هو اللي كيخدم هذاك الكون، هو اللي مخدم الشمس ملي فاش كتطلع وفاش كتهبط وشنو كاين. عزيز وديع، دابا حنا عندنا دليل علمي على ان دوران الارض حول نفسها هي اللي كتجيب لنا الليل والنهار. من غير هذا الشيء ما عندنا شي حاجه اخرى، ما عندناش عليها دليل. شكون كيدورها ما عرفناش. ما شاء الله هو اللي مسؤول على النهار وهو مسؤول على الليل ومسؤول على كل شيء. واخا هذا الايمان ديالك انت بان الله هو اللي كيدورها، واش العالم كامل كيامن بان الله هو اللي كيدور الارض ولا غير المسلمين؟ غير كاين اللي مآمن كتلقاه مسيحي ومآمن لا استاذ كون اهضر معايا بدقه. دابا انت المسلمين عندكم الله، الاله ديال الاسلام ماشي هو الاله ديال المسيحيين. دابا هذا الادعاء ديالك المسلمين ما كيفوتوش 18% من سكان العالم. يعني الا جبنا ديك مليار و600 على 8 المليار ونص كنلقاو 18%. اذا كيفاش حنا غادي نشوفوا الادعاء تاع 18% مع ان هذا الادعاء هما غير وارثينه ماشي بحثوا فيه ونجعلوه حقيقه علميه؟ صاحبي حنا مآمن بالرسول عليه الصلاه والسلام، خليك من مآمن الايمان. بالله. شوف لا تبقى تقول لي لا. شوف استاذ، لا كنت تامن اخويا بشي ديانه اخرى، اسمع لي كنت تامن بشي ديانه اخرى تحمل المسؤوليه ديالك.
اللهم صل ودي وسلم على نبينا محمد ويلي وآله ويلي وأصحابه ويلي أجمعين. صافي صافي سدينا صافي. الإيمان عزيزي ملي كنت كتقول على الأرض وعلى السماء وعلى الخالق وعلى كيفاش كدور الكرة الأرضية، حيد الإيمانيات. إلا عندك شي دليل أنه كان شي كائن ولا شي خالق هو اللي كيدير هادشي، عطينا داك الدليل. حنا عندنا الدليل على أن الله ليس هو من خلق السماء والأرض، ليس أن الله هو اللي كيجيب الشمس من المشرق إلى المغرب بكل بساطة، لأن الله في القرآن كيقول لك فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يعني إلا مشيتي لجميع التفاسير تاع ابن عباس وتاع الطبري وكل شيء تيقول لك أن الشمس تغرب في حفرة في الأرض، كما أنها تطلع كذلك في حفرة في الأرض. العلم تيقول لك أن الليل والنهار كيجي بسبب دوران الأرض حول نفسها بكل بساطة.